أعزائي المشاهدين، إذن شوط آخر ينطلق من أشواط الخير والبركة. المسافة المقررة هي 1500 متر. إشارة مقدمة من صندوق هذا الميدان. الشوط الثالث خاص بالابكار الفطامين. نذهب مع المركز الأول ونحاول نتعرف على صاحبة المركز الأول السيوف سيف بن علي البوسعيدي في أولى المراكز، بينما المركز الثاني هملولة عبد الله بن سالم الحبسي، والمركز الثالث القدوم من الشاهنية عثمان بن سعيد الحبسي، والمركز الرابع الشاهنية سلطان بن حمود الهديوي. لكن أعود إلى مقدمة الشوط. الله 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 الله، هذه سيوف منفردة بالمركز الأول بالتحدي الأول بالإثارة الأولى. ها هي سيوف سيف بن علي البوسعيدي، هو مسيطر بهذا السيطرة، بهذا الأداء، بهذا التحدي، بهذه الإثارة المميزة. بينما المركز الثاني أرى هملولة عبد الله بن سالم الحبسي قادم في ثاني المراكز. المركز الثالث بعيد عنا، ولكن نعود مع المقدمة، نعود مع الصدارة مع المركز الأول. الله 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 الله، شوفوا الأداء، شوفوا التحديات. هذه سيوف 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 سيوف. العصا مغروزة في الابطان بدون أوامر ولا شبه أوامر، اندفاع تلقائية مع المركز الأول سيف بن علي البوسعيدي. لكن الحبسي قادم، هملولة 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 عبد الله بن سالم الحبسي. لكن أعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. حرك اللي بيحرك، أمتار مجنونة، أمتار قليلة تفصلنا عن الناموس، عن التتويج، عن الفوز، عن الانتصار وعن سيوف. هي في مقدمة الشوط سيف بن علي البوسعيدي، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا النهاية الرائعة، التحديات المثيرة عند خط النهاية. مشكور يا مالك سيوف سيف بن علي البوسعيدي يحصل خط النهاية معلن الفوز والناموس. بينما حل ثانيا اذا هملولة عبد الله بن سالم الحبسي، والمركز الثالث القدوم والتوقيت. اذا الثالث شاهنية سلطان بن حمود الهديوي، والتوقيت دقيقتين 5 و58 جزء من الثانية. تهانينا وناموس. المالك سيوف سيف بن علي البوسعيدي، وتهنئة خاصة ايضا لمضمر سيوف يابر بن سالم الهديوي. تهانينا وناموس.